السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة الإسراء والمعراج أو رحلة الإسراء والمعراج كانت في ليلة 27 من شهر رجب. اتكلمنا قبل كده عن شهر رجب وفضائله، وإن ربنا بيشدد فيه عقوبة اللي بيعمل سيئة فيه لأنه هو من الشهور الحرم. وقلنا عليه هو شهر الأصب، وكانوا الصحابة بيدعوا فيه بأي أمنية أو أي حلم هم عايزينه كان بيستجاب فيه الدعاء. وهو شهر الغرس لاني بنغرس فيه او نزرع فيه الثمرة اللي احنا بنحصدها في شهر رمضان. فعشان تحصدي ثمرة حلوة في شهر رمضان وتطلعي منه بغنيمة وربنا مستجاب لدعائك وحسنات كتير، لازم تزرعي الزرعة من دلوقتي بالصدقة والقرآن والصلاة تكثفي العبادات. نتكلم عن رحلة الإسراء والمعراج، ولو حاولتي تفهمي مني حاولي تحكيها لأطفالك بطريقة مبسطة، أو لو أطفالك شوية سمعيهم الفيديو. بداية رحلة الإسراء والمعراج كانت في عام الحزن، وسمي عام الحزن لأني توفى في أبو طالب عم النبي، كان بيحميه من كفار قريش. وكمان ماتت السيدة خديجة زوجة الرسول، هي الزوجة الأولى للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكانت السيدة خديجة تواسي الرسول، فأكتر شخصين كانوا قريبين منه هم عمه أبو طالب والسيدة خديجة. فلما ماتوا حزن الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم حزن شديد. وكمان كفار قريش أو أهل الطائف ما سابوش الرسول عليه الصلاة والسلام في حاله، طردوه من الطائف وضربوه بالحجارة حتى نزلت من قدميه الدماء. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام هاربا إلى مكة داعيا إلى الله: اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس. فجاءه صوت من السماء يقول: اثبت يا محمد، فإن كان أهل الأرض لم يعرفوا قدرك فإن أهل السماء قد عرفوها، فأنت إمام المرسلين وأنت حبيب رب العالمين. ثم بعد ذلك أوى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الفراش لينام، وهو بين اليقظة والنوم جاءه جبريل يشق سقف بيتي. نزل سيدنا جبريل إلى الرسول وشق صدره من عند النحر كده، من عند الرقبة لغاية أسفل البطن، وغسل قلب الرسول عليه الصلاة والسلام من ماء زمزم. ثم جاء جبريل عليه السلام بوعاء من ذهب فيه إيمان وحكمة، ووضعها في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم عاده كما كان. ثم جاء جبريل بالبراق إلى النبي، والبراق هو كائن أبيض طويل أكبر من الحمارة شوية وأقل من البغل، كما وصفه الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام من البراق نفر البراق من النبي وبعد عنه، فجبريل عليه السلام قال للبراق: أما تستحي يا براق؟ فوالله ما ركبك عبدا أفضل منه، فهو أحب خلق الله إلى الله، إنه محمد ابن عبد الله. ثم سكن البراق حتى ركب النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وجبريل معه، فانطلق البراق في الظلام حتى انتهى إلى بيت المقدس. ثم ربط النبي عليه الصلاة والسلام البراق، ثم صلى في بيت المقدس ركعتين. ثم جاءه جبريل بإناء به خمر وإناء به لبن، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام الإناء الذي فيه لبن، فقال له جبريل: اخترت الفطرة يا محمد. ثم عرج جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة سماوية يقطع بها حجب السماء حتى وصل إلى سماء الدنيا، فتركها جبريل عليه السلام. فقيل: من؟ قال: أنا جبريل. وقيل: من معك؟
قال إنه محمد صلى الله عليه وسلم. وسأله جبريل هل محمد عليه الصلاة والسلام بعث؟ رد جبريل وقال نعم، ففتحت أبواب السماء لهم. فرأى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في السماء الأولى رجل ينظر إلى يمينه فيبتسم ويضحك، ثم ينظر إلى شماله فيبكي. فسأل سيدنا محمد جبريل من هذا الرجل؟ رد جبريل عليه السلام وقال إنه أبيك آدم. عندما ينظر إلى اليمين فيرى ذريته في الجنة فيضحك، وينظر إلى الشمال فيرى ذريته في النار فيبكي. فقال له آدم مرحب بالابن الصالح، ودعا له بكل خير. ثم عرج النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى السماء الثانية، فرأى سيدنا عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا، فدعوا للرسول بكل خير. ثم عرج جبريل بالرسول إلى السماء الثالثة، فرأى سيدنا محمد سيدنا يوسف في السماء الثالثة، ورآه أخذ نصف جمال الأرض، ففرح به ودعا له بكل خير. ثم عرج سيدنا جبريل ومعه سيدنا محمد إلى السماء الرابعة، فرأى سيدنا إدريس، فرحب به سيدنا إدريس ودعا له بالخير. قال الله في إدريس بسم الله الرحمن الرحيم ورفعناه مكانا عليا، صدق الله العظيم. ثم عرج سيدنا جبريل مع سيدنا محمد إلى السماء الخامسة، ورأى سيدنا هارون، رحب به ودعا له بالخير. ثم عرج سيدنا جبريل عليه السلام ومعه سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى السماء السادسة، وعندها وجد سيدنا موسى ورحب بسيدنا محمد ودعا له بكل خير. ثم بكى سيدنا موسى، وقيل ما يبكيك يا موسى؟ قال أبكي على غلام بعث من بعدي ويدخل الجنة من أمته أكثر ما يدخلها من أمتي. ثم عرج جبريل بالنبي إلى السماء السابعة، فإذا هناك سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وهذا البيت يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. فسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له إبراهيم مرحب بالابن الصالح. ثم قال لسيدنا محمد اقرأ لأمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن لها قيعان، وأن غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم عرج سيدنا جبريل مع النبي إلى سدرة المنتهى، فإذا ورقها كآذان الفيلة وثمرها كالقلال، فلما غشيها من أمر الله تغيرت، فلا يستطيع أحد أن يعيبها من حسنها. ثم وقف جبريل يترك النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا المقام. في حديث منتشر ومكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح نشره، وهذا الحديث يقول قال النبي لجبريل أيترك الخليل خليل يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام لكل منا مقام معلوم يا رسول الله، إذا أنت تقدمت اخترقت، وإذا أنا تقدمت احترقت. وهذا الحديث غير مسند وليس له أي دليل، ولا يجوز نقله للأطفال لأنه حديث موضوع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل هل رأيت ربك يا جبريل؟ فانتفض جبريل وقال يا محمد إن بيني وبينه 70 حجاب من نور، لو دنوت من أدناها لاحترقت. فانقطعت الأصوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ثم سمع الرسول كلام ربه وهو يقول: ليهدأ روعك يا محمد، أدنو أنت على بساط أنس الله يا محمد. فعلم الرسول حينئذ إنه في الحضرة الإلهية. وهناك أقاويل تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحضرة: التحيات لله والصلوات والطيبات. فرد عليه رب العزة: السلام عليك أيها النبي ورحمته وبركاته. فرد النبي: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقال سيدنا جبريل والملائكة المقربون: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقال العلماء أن هذه القصة ليس لها أصل ولا سند ولا وجود لها في الأثر، لأن قصة الإسراء والمعراج موجودة بتفاصيلها في صحيح البخاري ومسلم، ولم يذكروا هذه القصة. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أصحابه التحيات والتشهد لم يذكر لأصحابه هذه القصة. ثم سمع الرسول عليه الصلاة والسلام صوت صريف الأقلام، وهو الصوت الذي يصدر عندما تكتب الملائكة من قضاء الله ووحي. الله فرض لسيدنا محمد ولأمته 50 صلاة في كل يوم وليلة. ثم هبط النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ سيدنا موسى، فقال له موسى: ما فرض ربك على أمتك؟ قال عليه السلام: فرض علينا 50 صلاة كل يوم وليلة. فقال موسى عليه السلام لسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: ارجع إلى ربك وأسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى رب العالمين يسأله التخفيف، فنقص الله سبحانه وتعالى رب العزة من 50 صلاة 10 صلوات. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا موسى ثم قال موسى عليه السلام لسيدنا محمد للمرة الثانية: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فإن أمتك أضعف أجساما وقلوبا وأبصارا وأسماعا. فرجع النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى الله وقال: يا ربي، إن أمتي ضعفاء في أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم، فخفف عنا. فقال الحضرة الإلهية: لبيك وسعديك، فإنه لا يبدل القول لدي يا محمد، إنه 5 صلوات في اليوم والليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. ومن هم من أمتك بحسنة كتبت له حسنة، فإذا فعلها كتبت له 10 حسنات، فإذا هم بسيئة فلم يعملها لا تكتب له شيئا، وإن فعلها تكتب له سيئة واحدة. ثم رجع سيدنا محمد إلى سيدنا موسى للمرة الأخيرة، وسيدنا موسى قال لسيدنا محمد: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فرد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على سيدنا موسى وقال له: والله يا موسى قد استحييت من ربي. ثم بعدها هبط النبي عليه الصلاة والسلام ومعه خواتيم سورة البقرة. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة ما يفزع القلوب ويبكي العيون، رأى ألوانا من العذاب، وكذلك رأى ألوانا من النعيم. فقد رأى أقواما لهم أظافر من نحاس يخدشون بها وجوههم وصدورهم. فقال النبي لسيدنا جبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال جبريل: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم وسمعتهم.
ورأى سيدنا محمد رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقال سيدنا محمد لجبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ فرد سيدنا جبريل وقال: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالمعروف وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون؟ ورأى سيدنا محمد في هذه الليلة شجرة الزقوم، عذاب للظالم، شجرة تخرج من أصل الجحيم، طلعها كأنها رؤوس الشياطين. وسمع في آخر الجنة صوتا خفيفا فقال: من هذا يا جبريل؟ فرد سيدنا جبريل عليه وقال: هذا بلال المؤذن. فقال النبي: قد أفلح بلال. ومر النبي عليه الصلاة والسلام بريح طيبة، فقال لجبريل: ما هذه الريح؟ فقال جبريل له: هذه ريح ماشطة بنت فرعون وأولادها. ورأى رجالا يزرعون يوما ويحصدون يوما، فكلما حصدوا رجع الزرع كما كان. قال: من هؤلاء يا جبريل؟ فرد جبريل وقال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، يخلف الله عليهم ما أنفقوه. ثم رأى رجل جمع حزمة حطب عظيمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها. قال: من هذا يا جبريل؟ فرد عليه جبريل وقال: هذا الرجل من أمتك، تكون عليه أمانات الناس، لا يقدر عليها وعلى حملها، وهو يريد أن يحمل عليها. ثم رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجال وأقوام ترضخ رؤوسهم بالحجارة. قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ فرد جبريل عليه وقال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. ثم رأى النبي أقوام يسرحون كما تسرح الأنعام، طعامهم الضريح. الضريح هو نبات ذو شوك. قال النبي لجبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ رد جبريل وقال: هؤلاء الذين لا يؤتون زكاة أموالهم. وأخيرا رأى النبي اللمازين من أمتنا، أقوام يقطع من جنوبهم اللحم فيلقمون، أي يؤمرون بأن يأكلوها، فيقول لهم: كلوا كما كنت تأكل لحم أخيك. ثم نزل سيدنا جبريل بالنبي في بيت المقدس، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء صفوف خلفه، ثم عاد إلى مكة إلى فراشه مرة أخرى في آخر الليل. وفي الصباح جاءه أبو لهب، عمه أبو لهب، يسأله: هل من شيء يا محمد؟ فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام برحلة الإسراء والمعراج كاملة. فقال له: أرأيت إن دعوت قومك إليك أتحدثهم بهذا حديثي؟ فرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: نعم. فأسرع أبو لهب إلى قومه وجمعهم، وطلب من النبي أن يحدثهم بالحديث الذي قاله له. فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى، فمنهم من وضع يده على رأسه متعجبا، ومنهم من صفق بيده متهكما رافضا ما يقول سيدنا محمد. وردوا على سيدنا محمد وقالوا له: إن هذا بالأمر البين، إن البعير لا تترك شهرا حتى تصل من مكة إلى الشام اللي هي يقصد بها فلسطين، ثم تأتي في شهر. أتذهب أنت يا محمد في ليلة واحدة إلى الشام، ثم تقول ذهبت إلى السماء ورجعت في يوم واحد وفي ليلة واحدة؟ وأخذوها حجة واستهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذه القصة.
وأسرعوا المشركين إلى سيدنا أبي بكر، لأنه هو الشخص الوحيد الذي كان يدعم النبي بعد أبي طالب ويصدقه في كل خبر يقول النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقالوا له ما قاله النبي من رحلة الإسراء والمعراج. فرد سيدنا أبي بكر عليهم وقال والله إنه إذا قال فإنه صدق، والله إنه يخبرني أن الخبر يأتي من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار وأصدقه. أعجب مما تعجبون؟ فإني أصدقه بأكثر من ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا أبو بكر الصديق أنت الصديق يا أبا بكر. وهنا تنتهي رحلة الإسراء والمعراج. لو حضراتكم أتممتوا الفيديو اعملوا لايك وشيروا الفيديو واحكوه لأولادكم. وأكثر إفادة من هذه الرحلة ومن هذه القصة إن بعد العسر يسر. العام الذي نزل فيه الإسراء والمعراج والذي حدث فيه الإسراء والمعراج كان الرسول عليه الصلاة والسلام في حالة من الحزن شديدة، ثم أحس به الله وأرسل إليه الإسراء والمعراج ليواسيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.